السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضروا مع بعض كروكيت البطاطا، يجوا مقرمشين ومحشيين بالفرماج مع مرقة عاقدة وبنينة، يعني تجي ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. تابعوا معايا الطريقة. إذا هنا أنا عندي حبة بطاطا، نتوما البطاطا ديروا الكمية حسب أفراد العائلة. أنا هنايا درت هاد الحبات تاع البطاطا كما راكم تشوفوا، نقطعهم هكا مربعات صغيرة ونديرهم في القدرة وندير عليهم الماء ونخليهم يغلو حتى اللي يطيبوا. وهنا على جهة غادي نحضر المرقة نتاع هاد لي كروكيت تاع البطاطا. عندي هنايا يعني قطعة تاع اللحم كما راكم تشوفوا، هذا اللحم تاع الدند، وعندي كمية تاع الحمص ماني منفخاته من قبل، وعندي حبة بصل مقطعتها دوائر. اذا اول حاجه في الكوكو تاعي ندير اللحم، ندير معاه حوالي 4 ملاعق كبار تاع الزيت ونديره يتقلى، ندير معاه واحده ماجيكو تاع الدجاج يتقلى. من بعدها كي نحمره في الجوانب نضيف له هذيك الحبه تاع البصل ونضيف له ماجيكو واحده اخرى، درت انا 2 ماجيكو تاع الدجاج، درت رشة تاع الملح، رشة تاع الزعفران، شوية تاع القرفة تاني غير رشة صغيرة، وملعقة صغيرة تاع السكنجبير أي زنجبيل. هاكا كيما راكم تشوفون نقلي كل شي مع بعض. هنا ما شاء الله واحد الريحة راهي بنينة بزاف. هنايا زدت هذيك الكمية تاع الحمص اللي كنت منفخاته من قبل، ونزيد ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة. هنا نحرك كل شيء مع بعض، من بعدها نمرق بالماء دافي كما راكم تشوفوا هكا. نمرق على حساب اللي يطيب لي هذا اللحم، نبلع الكيكوطة ونخليها طيب واحد 30 مينوت هكا ونحل عليها. هنا على جهة ديك البطاطا صاي غلات وطابت، شوفوا كيفاش راهي طرية. هنا غير بالكارفو ولا عندكم هذيك اللي يمرسوا بها البطاطا ديروا بها. انا هنايا غير بالفورشيت مرست كاع هذيك الكمية تاع البطاطا اللي كانت عندي، يعني هنا تمرس بسهولة باسكو راني مطيبتها غاية. فضلا وليس أمرا، نتمنى إن شاء الله تشتركوا في القناة عندي وتفعلوا زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد من عندي. إن شاء الله بإذن الله عندي وصفات كتيرة نديرها معكم. هنا نخلي هاد البطاطا على جهة تبرد، وفي المقلاة ندير ملعقة كبيرة تاع الزيت وندير حوالي 300 غرام تاع الكفتة، يعني اللحم المفروم تاع الدين التاني. نديره في المقلاة ونقليه مليح يعني حتى لين نحمره، ندير عليه غير رشة تاع الملح ورشة تاع فلفل اسود ونقليه فوق يعني في المقلاة كما راكم تشوفوا هكا بهذه الطريقة. نقعد غير نقلب فيه حتى اللي يطيب ويتحمر، يعني ما غاديش نخليه هكا غير نقليه صاي، نو غادي نحمره ومن بعدها كي نحمره كاع غادي نصفيه من هذاك الزيت. يعني انا هاد الكفته غادي نضيفها لهذيك البطاطا، ولكن اللي قلي نصفيها كاع من الزيت. هنا هكا بعد ما صفيتها من الزيت ضفتها للبطاطا ونخلط كل شيء مع بعض بالكارفو يعني بالفورشيت. نخلط كل شيء مع بعض هكا باش تدخل في وسطها. انا هاد البطاطا كنت درت لها ملعقه صغيره تاع الملح ودرت لها رشه تاع فلفل اسود وخلطتها مع هداك اللحم المفروم. هنايا في سطح العمل نحط يعني هذيك الساشي تاع الكونجيلاسيون نحلها كيما راكم تشوفوا، وندير نصف الكميه تاع هذيك البطاطا مع الكفته، نديرها فوق هذاك الساشي ونسقمها هكا بيدي، يعني نديرها على شكل مربع. القطع هنايا اللي كانوا عندي تاع اللحم كانوا كبار، عاودت قعدت نفتت فيهم باش نديرهم صغار كما راكم تشوفوا. هنا نحلها من بعدها بالكوبات نسقمها كاع في الجوانب. سقموها بالكوبات ولا بالسكين، مهم باي حاجه، مهم ديروها متساويه كاع. هنا عندي هاد الجبن تاع الشرائح، انا هنا عندي بذوق الشيدار، نتوما شرو اي ذوق تبغوه، المهم يكون هذا تاع الشرائح. انا درت غادي نديره كاع فوق يعني كطبقه تانية فوق هاد البطاطا. يعني صدقوني هاد الكروكيت تاع البطاطا يجوا بنان بزاف بزاف وحاجه جديده وحاجه يعني ما ناش موالفين نديروها من قبل. اذا بعد ما درت كاع هذاك الفرماج، دوك نزيد هذيك الكميه اللي كانت باقيه لي تاع البطاطا نزيدها فوق هذاك الفرماج هكا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ما تنسونيش فضلا وليس امرا ديروا لي لايك، باسكو اللايك تاعكم يحفزني باش نمد لكم وصفات اكثر واكثر.
وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم هكا باش تعم الفائدة للجميع. اذا هنا بعد ما حطيت هذيك البطاطا دوك نسقمها تاني كاع بيدي كما راكم تشوفوا، يعني نسيي كاع باش نغطي هذاك الفرماج، تبقى هذيك تاع الفرماج نغطيها كاع، وين ما نلقى قطعة كبيرة تاع هذاك اللحم نفتتها كما قلت لكم هكا نسقمها كاع بيدي. يعني طريقة سهلة وبسيطة وتجي بنينة بزاف تاني كما قلت لكم. هنا نسوي كاع هذاك السطح ومن بعد نجيب الكوبة تاعي ونسقمها مليح في الجوانب هكا كما راكم تشوفوا، يعني الشكل تاعها يجي شكل مربع. وهنايا غادي نقطعها انايا مربعات، يعني تجي متوسطه ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره تاني. هنايا المرقه طبعا بعد ما طاب اللحم والحمص هذه هي. دونك غادي نوجد هاد لي كروكيت تاع البطاطا كما قلت لكم قطعتهم انا مربعات متوسطين هكا بهذا الشكل. انا هنايا طبعا هاد لي كروكيت غادي نديرهم الاولى نرمدوهم في الفرينه ومن بعدها نرمدوهم في البيض ومن بعدها نرمدوهم في الشابلور ونقلوهم، يعني نكونوا دايرين المقله في الزيت يكون الزيت حامي ونقلوهم. عندي شابلور والبيض والفرينه نبدا نقلع بالمربع ونتسقموه يعني في الجوانب سقموه هكا ترمدوه كما قلت لكم في الفرينه رمدوه مليح ومن بعدها نديروه في البيض هكا كما راكم تشوفوا، يعني طريقه سهله وبسيطه. بعديها هنايا من البيض نديروه في الشابلور، وهي من الاحسن تكملوا كاع الكميه اللي تكون عندكم ديروا لها يعني هاد المرحله تاع الفرينه والبيض والشابلور كي تكملوهم كاع من بعد عاد تبدو تقلوا باش ما تخلطوش رواحكم، يعني ما تقعدوش ترمدوا وتروحوا تقلوا كاع غادي تنغبنوا. يليق توجدوهم كاع كما ميم دارين نديروا المعقوده ونديروا هاد الصوالح بوراك وكاع حتى نوجدوهم كاع من بعد عاد نقلوهم. اذا أنا هنايا غادي نوجدهم كاع كما قلت لكم ومن بعدها تشوفوا كيفاش غادي نقليهم. هنا بعد ما كملتهم كاع درت كميه تاع الزيت في المقله، يعني الزيت حاولوا باش يجي طالع شويه عليهم في الجوانب هكا باش يتحمروا لكم. كي يحمر الزيت حطوا لي كروكيت تاعكم في الزيت وتقلوهم، يعني هما غادي يتحمروا لكم بالخف ويجوا مقرمشين ويجوا شابين. هنا بعد ما يتحمروا قلبوهم بهذه الطريقه. هنايا طبعا بعد ما كملت كاع الشكل النهائي نتاعهم انا هنا زوقتهم بالكوردون درت فيه زيتون ودرت فيه كورنيشون. شوفوا من الداخل كيفاش تجي شابه ما شاء الله وتجي بنينه بزاف. وحطيت هذيك المرقه تاع الحمص حطيتها في الوسط كما راكم تشوفوا مع اللحم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، ما تنسونيش باللايك والبارطاج والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.